بيقول لك مرة واحد راح اشترى قلم بدل ما يكتب بيه كتب سين. طب بيقول لك مرة واحد نط في سين بدل ما يكتب في سين نط في شين. عايز نعمل لك ايه؟ لازم اشرح القي لك خطبة اثبت لك ان انا لو وقفت قدام الجماهير كلها وقدام الشعب كله، الشعب كله هكهربه. انت بس هكهربه ازاي؟ انت بس تحشد لي بس 10 مليون واحد وخلينا اقول لك خطبة قدامه. طيب قول بقى لو انت قدام 10 مليون هتقول ايه؟ يعني اثبت لك دلوقتي ان انا فظيع. طب لو انا عملت لك خطبة فظيعة هتعمل ايه؟ اسقف لك. مش تسقف لي، تأيدني رئيسا للجمهورية وتدخلني عندك على الجروب اللي هو على الفيسبوك بتاعك اللي هو عنده 3000 واحد، تخليني ابعت ل 3000 واحد تحط صورتي وتخليهم يأيدوني كرئيس للجمهورية. 3000 واحد اللي عندك على الفيسبوك ماشي على الجروب بتاعك على الجريدة اللي هي اللي عندك. تمام. انت طبعا مش عايز نكشف عن شخصيتك عشان انت راجل معروف صح؟ لا مش عايزين. طيب خلاص ماشي. فيها خطبة عن ايه؟ عن ترشيح رئاسة الجمهورية؟ بسم الله. انظر الي يا اخي. يا اخي سيبك بس من التليفون، سيبك بس من التليفون. سيبك يا شعب مصر العظيم. تمر مصر بفترة عصيبة من الرشوة والفساد والقهر والعنطزة. الآن مبارك يحاول توريث نفسه الحكم لجمال، أو يحاول بيع مصر لإسرائيل. اقفل التليفون. ماشي يا إخواني. ليه بقى الموضوع ده؟ واحد لسه قايل لي من شوية إن الموساد مصور صاحبنا ابن صاحبنا وهو كان فين؟ في لندن وهو متصور مع نسوان في أوضاع غريبة، فماسكين والموساد وحاجات كتيرة كمان ماسكين جمال صاحبكم اللي انتوا عارفينه. ولذلك اني اعلم اذا اردت العبور بمصر الى بر الامان فعليكم بانتخاب جمال. من غير جمال لن تستطيعوا ان تعبروا بمصر بدون زعيم حقيقي مثله. يا عم اقفل يا عم في التليفون، يا عم اشتم التليفون. لا تشتمه، خلاص يا عم. قول له الزعيم بيتكلم. ماشي. فانا الزعيم يا جماعه. الزعيم دلوقتي الزعماء بيعملوا ايه هنا في مصر؟ الزعيم من دولت بيبقى معاه قرشين، يجيب جماعه على الفيسبوك يدفع لهم فلوس، كل شويه يقعد يحطوا له صور على الفيسبوك وينزل ب5 6 في المظاهرات يقعدوا يشيلوه ويحطوا صوره والكلام اللي انتوا فاهمينه. يعني ناس بتاعت شغل من الاخر كده. انا راجل مش بتاع شغل والله العظيم. انا لو عايز ابقى من اشهر الناس في مصر اسالوا اي حد، انا اقدر ابقى من اشهر الناس في مصر، ولكن انا زعيم حقيقي. فالزعيم الحقيقي هو من ينزل الى الشوارع ويعتصم وسط الفقراء وينام في الشوارع بدون اكل او طعام. اقسم بالله اني حزين واعيش في حزن والم بسبب المصريين. اقسم بالله اني مخلص لهذه البلاد. يا جماعة ارجوكم بلاش تكبر. هنفضل امتى عايشين على الانترنت والمعارضة هتفضل عايشة على الطريقة دي؟ دلوقتي المعلومات اللي عندي اقسم بالله ان المعارضة كلها بتاخد فلوس من امريكا واسرائيل. يا اخي ارجوك اصبر. الدموع نزلت يا اخ احمد. اقسم بالله والشعب لن يتحرك. انا اكثر الناس خبرة بالشعب، فهذا الشعب والله العظيم اقسم بالله لن يتحرك الا لقائد عظيم يحركه. فانا اعرف جميع مخارج ومداخل الشعب والوحيد الذي استطيع تحريك الشعب. فانا بكلمة مني اقدر احرك ناس كتيرة اقسم بالله، ولكني ما عنديش وقت للكلام ده.
فإذا كنتم مخلصين فعلا للعبور بمصر إلى بر الأمان فعليكم بي، فعليكم بمناصرتي. فمن غير، ما تقولوش أي حد غيري، كلهم أمريكان ولن يعبروا بمصر. كل اللي جايين والله العظيم يا إما عايزين شهرة يا إما معاهم فلوس وعايزين يوزعوها. إذا أردتم بشخص لعبور بمصر إلى بر الأمان فعليكم أن تنظروا واحد مصر عايش طول عمره في مصر، فأنا الزعيم. وبالنسبة كلمة الختام يا أستاذ، بالنسبة لمدينة مدينتي، أنا بعلن إن القضاء هنا في مصر يعني يعتبر فاشل ولا أعترف بيه. اسمه إيه بصاحب مدينتي؟ طلعت مصطفى ولا هشام طلعت مصطفى؟ هشام طلعت مصطفى دوت راجل عمر مدينتي، المفروض الأرض تكون بتاعته. هم ماسكينه وعاملين دوت كله وسحبوه من الارض من الاخر عشان شتم حسني مبارك. قبل ما يتمسك الراجل دوت راح شتم حسني مبارك وعايزين يضيعوه باي طريقه. المفروض الارض ديت هو عمرها يديها له اساسا ببلاش، عمل لها فلوس. حرام عليكم يا جماعه، ما تمشوش ورا الهيصه وتقولوا القضاء دوت بايظ. مين اللي رفع القضيه؟ ما تفتكروش ان واحد اسمه ايه اللي رفع عليه القضيه؟ مش مهم. الراجل دوت يا جماعه الحكومه هي اللي رفع عليه القضيه، جايبين ناس تابعها ورافعين عليه القضيه. الراجل دوت اخذ ارض وعمرها، يبقى جزات واحد. ما تقولوش فساد ومش فساد واخدها بالارض، هو ده جزات. اللي ياخد ارض مصر ويعمرها كنت هتلاقوا فين واحد تاني مستثمر يعمر ارض مصر؟ هو ده جزات اللي بيعمر ارض مصر يا جماعه. والله العظيم المفروض تدافع عن الراجل. واحده ست زي يعني زي اللي قتلها طلعت، او لو قتلها يعني مش مهم، لكن طلعت مصطفى المفروض يدافع عنه والارض. يا عم اديني التليفون، اديني بس تليفون. مين اللي اتصل بيك؟ خلاص البيت. ها؟ طب رد عليه. بس راجل زي طلعت مصطفى المفروض ايش الدبانه؟ ها؟ ايش الدبانه؟ حاضر. زي طلعت مصطفى المفروض يدافع عنه. وبالنسبه لامريكا، امريكا والله العظيم هتسقط قريبا، سوف تسقط قريبا من طالبان. وبعد ان امريكا ديت ما تجيش في عبايتي، امريكا دي ضعيفه جدا. بس عايز نقول لك ايه تاني؟ قول لي اي حاجه اتكلم فيها بسرعه بس الوقت. انا شايف ان الوضع الحالي في مصر والمنافسه الشديده يا عم احنا عايزين حاجه نخوف فيها الناس نرعبهم. تقول لي وضع حالي ومش حالي؟ احنا عايزين نفهم الناس ان احنا سفاحين. تقول لي حالي ومش حالي؟ طب البلد ايه؟ انت يا عم ما سيبك من البرادع والكلام ده، احنا عايزين نخوف الناس. بقول لك بس لازم نرعبهم، نعيشهم في رعب عشان يخافوا مني. تقول لي انت برادع؟ احنا عايزين حاجه سفاحه. قول لي هنذبح كام واحد، هنطير رقبه كام واحد، الكلام ده. فانت شايف انت اول ما تمسك حكم مصر، لو مسكت حكم هتعمل ايه؟ الشعب كله يطلع زي ما قلت لك، بس بلاش عشان حسني مبارك ما يمسكهاش عليا غلطه. اللي قلت دلوقتي حسني مبارك ممكن يمسكها عليا غلطه، وانت عارف ان انا حلفائي كتير جدا في الشعب، بس انا مخلص للشعب. تمام. شكرا الاستاذ الزعيم. اوعى تقول اسمي. الزعيم. شكرا للزعيم. يعني انت بتناصرني ولا مش بتناصرني؟ لا يعني انا شايف اني افكر في الموضوع. يعني انا افكر في الموضوع. افكر. طيب.